ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اللاعب الهداف ومنذ بدايته صالح العباس بالمناسبة عندما كان مع فريق نجران كانت بداية هذا اللاعب كهداف رائع، وكان الجميع يتنبأ بقدوم هداف للكرة السعودية والراسية والمحاولة والهدف الأول. كريستيانو التاريخي يسجل الهدف الأول. الهدف الأول لكريستيانو. أعطي القوس بارية. كريستيانو يسجل الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 32 في الأول. بارك النصر يستعرض بنجومه، النصر بجبروته بطغيانه. نشاهد رائع الهدف كان لكريستيانو، وضع الكرة بسن القدم كما نشاهد. روعة لكريستيانو يسجل الهدف الأول وافتتاح التسجيل. يا الهدف الرائع لفريق النصر ولكريستيانو. الاحتفالية الخاصة لكريستيانو. إذن هدف أول لفريق النصر في الدقيقة 33. إذن كريستيانو. توريه الذي متراجع. كرة لصالح فريق النصر لتاليسكا لكريستيانو. والخطر قادم لكريستيانو. الكرة العرضية أوتافيو صناعة برتغالية وهدف برتغالي بامتياز. كريستيانو في الصناعة وأوتافيو في التسجيل. هدف رائع طاير. نشاهد الكرة من كريستيانو في التلاعب. يا الهدف الرائع لأوتافيو يسجل الهدف الثاني. أوتافيو مونتيرو. هدف نشاهد الهدف وطريقة الهدف وعلى مستوى الصناعة. لا تسأل عن الصناعة الهدف ولا تسأل عن تنفيذ الهدف. إنه كريستيانو، إنه أوتافيو مونتيرو. في دوري الأبطال صنع كل شيء في دوري الأبطال، في دوري أبطال آسيا. فريق النصر تصدر المجموعة. هنا الكرة رائعة في التدخل. هنا سلطان في المحاولة والعرضية. سلطان وكريستيانو إلى ساديو ماني. ساديو بالسرعة. ساديو يريد الصناعة الآن لكريستيانو. الكرة إلى تاليسكا. والهدف الثالث للنصر. هذا تاليسكا يغني في شباك الرياض. وهدف ثالث لفريق النصر. النصر يسجل ثلاثية في مرمى فريق الرياض. الثلاثية التي كان قد ودعها فريق النصر وأودعها في مرمى فريق الرياض. كان في 2000 هو يعيد الثلاثية فريق النصر. ساديو ماني. الكرة في الشباك. تاليسكا يريد أن يضع بصمة. الأهداف بأقدام تتحدث البرتغالية. الحديث عن كريستيانو وأوتافيو وتاليسكا كذلك. استفز سيميوني بحركة صادمة، سعى لطرد قائده السابق وصرح بكلمات لا تصدق. تفاصيل انتقام فيليكس من الأتلتي.
إن أتتك فرصة الانتقام فلا تتردد للحظة، وهذا حرفيا ما قام به لاعب أتلتيكو مدريد المعار إلى برشلونة جواو فيليكس. كان ينتظر فيليكس هذه المباراة تحديدا ليخرج غلا ما عاد مكبوتا في صدره ضد أتلتيكو مدريد، لاعبين ومدربين وإدارة، وإذ به يسجل هدف المباراة الوحيد ويمنح فريقه المؤقت 3 نقاط ثمينة جدا. لكن الأمر لم يقتصر على الهدف فقط، لأن ما قام به فيليكس طوال المباراة يعطينا فكرة جازمة بأن الأشهر المقبلة في مستقبله ستكون حامية جدا، وستشوقنا لمعرفة كيف سيستقبل جمهور أتلتيكو مدريد هذا اللاعب في قابل الشهر. عراك، تلاسن، استفزاز ومكر من أجل طرد قائده السابق. ما ستشاهدونه في هذا الفيديو لا يعكس الصورة البريئة التي يحاول فيليكس أن يظهرها للعالم من خلال وجهه ذو الملامح الطفولية على الإطلاق. الخصومة لم تبدأ مع صافرة البداية، بل مع تصريحات كثيرة تلقاها فيليكس قبل المباراة من زملائه السابقين تشير إلى عدم تأقلمه مع طريقة لاعب أتلتيكو مدريد، وبأنه رمى المنديل سريعا، فإذ به يرد مرة تلو الأخرى عليهم لتبدأ المعركة باكرة. شاهدوا معنا هذه الصور لمحاولات الانتقام المتكررة من فيليكس. بدأت المناوشة بين فيليكس وخوسيه ماريا خيمينيز في الشوط الأول عندما دفع الأخير بفيليكس عند شارة الركنية، لكن فيليكس قرر المبالغة في ردة الفعل والسقوط أرضا، فلم يتمالك لاعب أتلتيكو نفسه وصرخ بوجه فيليكس بكل غضب: أنت ضربتني، أتريد أن نتعارك أم ماذا؟ هذه اللقطة استدعت تدخلا عاجلا من لاعب أتلتيكو مدريد كوكي، الذي نبه زميله إلى أن فيليكس يحاول أن يجره لتلقي البطاقة والطرد، حيث أن خيمينيز كان بالفعل قد تلقى البطاقة الصفراء الأولى سابقا. هل رأيت ذلك؟ إنه يبحث عنك لأجل أن تحصل على البطاقة الصفراء الثانية، كن هادئا. لم يقتصر الاستفزاز على هذه اللقطة فقط، فقبل المباراة سئل فيليكس ما إذا كان سيحتفل في حال سجل في مرمى أتلتيكو مدريد، ليجيب أنه لا يعلم وسيترك الأمر للحظتها، وإذ يشاء القدر أن يحرز هو الهدف الوحيد ويحتفل بأكثر شكل مستفز، وإذ به يقف على حافة اللوحات الإعلامية ويمد يديه بوجه الجماهير ليقول برسالة واضحة: أنا هنا، وهذا ما اقترفته بحق أتلتيكو مدريد. الكاميرات ذهبت مباشرة لتصوير ردة فعل دييغو سيميوني على هذا الاحتفال، وإذ به يقف بلا حراك وينظر إلى اللاعب بغضب. لم يتوقف عن الاستفزاز حتى بعد صافرة النهاية، وإذ به يصرح للإعلام: لا أملك ضغينة تجاه زملائي السابقين، كثر منهم تربطني بهم علاقة جيدة، كنا زملاء في فريق واحد ومضيت معهم أوقاتا أطول من عائلتي. تحدثت مع معظمهم قبل المباراة، لكني لم أتحدث مع دييغو سيميوني. ليرد التشولو في المؤتمر الصحفي بالقول: فيليكس، لن أتحدث عن لاعبي فريق الخصم، سألتزم بالحديث عن الشوط الثاني لأننا قدمنا أداء جيدا.